انا مش عارف يعني ايه وزير يسرق وبعدين يقولوا يروح. طب يروح ليه؟ الله، ده في ناس لو سرقت 5 صاغ بيدوها 3 سنين سجن. ليه يروح؟ لان مفيش قانون لمحاكمة الوزراء، مفيش قانون لمحاكمة الوزراء، انما القانون اللي موجود هو محاكمة الضعفاء، مع ان الوزراء هم اللي بيسرقوا بالملايين. فانا لما قلت عايزين قانون لمحاكمة الوزراء كل الوزراء زعلوا. طب انت زعلان ليه؟ ما هو الشريف ما يهموش. من الحاجات برضو اللي ضايقتهم وعشان كده قطعوا لي لفتاتي، مش عارف يعني ايه عضو مجلس الشعب يكون بيتاجر في المخدرات عشان حزب وطني ويقول لك والنبي نرفع عنده الحصانه الاول. حصانه ايه؟ ايه علاقه الحصانه في تاجر حشيش؟ ايه علاقه الحصانه في واحد مستولي في شركه على 5-6 مليون ومش عارفين لغايه دلوقتي يفكوا الحصانه عنه؟ الحصانه للكلام اللي يتقال جوه المجلس اقوال وافعال ادافع بيها عن بلدي، انما حصانه عشان بسرق بلدي ده كلام فارغ ولازم يتلغي الكلام ده. فالاخوه بتوع الحزب الوطني زعلانين، يقول لك ده الراجل ده اللي بيقول الغاء الحصانه ايه؟ ده هم ماشيين وطالعين الترميات والاتوبيسات والحصانه في جيبهم عشان يسرقوا كويس.